الفيلم بيبدأ في مدينة اسمها سيديفيل، مدينة كل حاجة فيها معمولة من بلاستيك أو معدن أو حاجات صناعية، ومفيش ولا نبتة خضرا واحدة باينة. المدينة محاطة بسور معدني ضخم ومحدش من السكان مسموح له يطلع بره، وبما إن مفيش شجر علشان يوفر هوا نضيف، التلوث عالي قوي لدرجة إن الناس لازم تشتري أكسجين متعبي في أزايز علشان تقدر تعيش. والمدينة دي بيديرها الملياردير بتاعهم اللي اسمه أوهير، وده بيكسب فلوس كتير قوي من شركة الأكسجين بتاعته. وعلى الرغم من البيئة المش طبيعية دي، المواطنين عايشين مبسوطين علشان أوهير غسل دماغهم علشان يقدروا العالم البلاستيك بتاعهم ده. وبعد كده بنشوف ولد عنده 12 سنة اسمه تيد عايش في سيديفيل. الولد ده بيحب جارته أودري وهي بنت عندها 14 سنة. في يوم من الأيام علشان يلفت نظرها بس، الواد الذكي ده بيشتري طيارة بيتحكم فيها عن بعد وبيوقعها في جنينتها بالعافية. خطته بتنجح زي الفل، وأودري بتعزمه عندها في البيت علشان توريله لوحة رسمتها لشجرة، وبتقوله إن كل اللي نفسها تشوفه في الدنيا شجرة حقيقية بتنمو في البلكونة بتاعتها، ولو حد حقق لها حلمها ده هتتجوز الولد ده على طول. أول ما تيد بيسمع الكلام ده خطرت في باله خطة علشان يحقق حلم اللي بيحبها ويقدر يكسب قلبها. في نفس الليلة بيسأل أهله إيه اللي حصل للشجر الحقيقي وإذا كان ممكن لسه يلاقي شجرة حقيقية. أمه بتقول له يطلع الأفكار دي من دماغه، وبتقول إن الشجر الطبيعي ده حاجة مش نظيفة وما بيعملش أي حاجة مفيدة. بس جدته نورما بتحكي له على واحد اسمه وانسلر، وده راجل غامض عايش بره المدينة، وبتقول له إن وانسلر ده عارف إيه اللي حصل للشجر وهيحكي لأي حد يجيب له بس 15 سنت ودفر قديم وقوقعة حلزون. تيد بياخد الموتوسيكل بتاعه وبينطلق في مغامرة خطيرة علشان بس يلاقي الراجل الغريب ده، وبيمشي ورا مواسير الصرف الصحي بتاعة المدينة وبيوصل لواحد من مخارج سيديفيل، والمكان ده في حتة منعزلة من المدينة. في نفس الوقت أوهير بيجتمع بفريقه، والفريق ده بيطلع بفكرة إنهم يلوثوا الجو أكتر ويعملوا منتج تاني للهواء النظيف المعبأ. العمدة بيعجب بالفكرة قوي وهو عارف إن ده هيزود أرباحه على حساب الناس، بس الاجتماع بيتقطع فجأة لما اتنين من الحرس بيوصلوا بيبلغوه إن في ولد عارف يخترق نظام الأمن وهرب من المدينة، وده بيجنن أوهير جدا وبيأمرهم فورا إنهم يلاقوا الولد ده. المشهد بيرجع تاني لتيد اللي بيوصل لمنطقة وحشة وغير صالحة للعيش بره المدينة، وبيمشي في المنطقة المهجورة اللي مليانة جذوع شجر مقطوعة ومتغطية بالدخان لغاية ما بيوصل لكوخ منعزل. الكوخ ده عليه لوحة مكتوب عليها وانسلر، وتيد بيرن الجرس. فجأة بيحصل فخ وبينطلق في الهواء وبيتعلق في خطاف ضخم. وانسلر ده راجل عجوز بيبص من الشباك وبيحذر الولد إنه ما يرجعش هنا تاني أبدا، بس تيد بيصر إنه عايز يعرف حاجات كتير عن الشجر وحتى بيديله الهدية اللي جابها معاه. ده بيقنع وانسلر في النهاية يقوله إن الشجر اختفى بسببه هو. المشهد بينتقل لمشهد فلاش باك من سنين طويلة فاتت. بنشوف وانسلر وهو كان شاب طموح. في يوم من الأيام بيقرر يسيب البيت وهو عنده حلم إنه يخترع اختراع عظيم يقدر يغير العالم. كل أهله بيكونوا مش بيدعموه ومش مصدقين إنه ممكن ينجح، بس وينسلر واثق من نفسه. بعد ما سافر شهور كتيرة بيوصل في النهاية لغابة جميلة وحيوية والحيوانات عايشة فيها مع بعض في سلام. الشجر اللي اسمه تروفولا بيكون عنده ورق غريب شبه خيوط صوف متلونة طويلة. بعد ما وانسلر شاف كده خطرت في باله فكرة إنه يعمل قماش كتير متعدد الاستخدامات من الورق اللي شبه الصوف ده، وبيبدأ يستخرج الخامة. بس حيوانات الغابة مش بيعجبها الكلام ده وبيتجمعوا علشان يحتاجوا، بس وانسلر بيشتت انتباههم بإنه يوزع عليهم مارشميلو والحيوانات بتعجبها جدا وبيبدأوا ياكلوا الأكل اللي مش صحي ده. ووانسلر بيستغل الفرصة علشان يبدأ يقطع شجرة من الشجر ده. بعد لحظات الحيوانات بتعرف غلطتها وبتحاول توقفه، بس بيكون فات الأوان خلاص. وانسلر بيقطع الشجرة وبيمشي بيها وبيسيب الحيوانات خايفة. فجأة بينزل برق ورعد جامد وبيظهر كائن غريب اسمه لوراكس من جذع الشجرة اللي وقعت. لوراكس ده مخلوق شبيه بالبشر، لونه برتقاني وفروي وعنده شنب أصفر، وبيتعصب أوي لما بيكتشف إن في غريب اقتحم الغابة بتاعتهم وقطع شجرة من الشجر بتاعهم. بعد فترة قصيرة لوراكس بيروح لوانسلر وبيعرفه بنفسه إنه حارس الغابة وبيبلغه إن اللي عمله ده غلط وبيطلب منه إنه يمشي فورا. وانسلر اللي مش متأثر بيفتكر إنه مجرد حيوان تاني وبيحاول يرشيه بمارشميلو، بس لوراكس مش بيتخدع وبيحذر وانسلر إنه لو ما مشيش قبل الليل ما يليل غضب الطبيعة كله هينزل عليه وهيجيب له النحس لغاية آخر يوم في عمره. بس وانسلر بيفتكر إنه بيهدد وخلاص ومش مصدق إن المخلوق الصغير ده عنده القدرة إنه يؤذيه أصلا. المشهد بيرجع للحاضر
ووانسلر بيوقف القصة بتاعته وبيطلب من تيد إنه يروح البيت، وبيقول للولد إنه لو عايز يسمع الباقي لازم يرجع تاني بكرة ومفيش قدامه حل تاني. بيوافق وبيرجع المدينة. في المشهد اللي بعده بنشوف إن عيد ميلاد أودري جه وتيد جاب لها هدية وهي شجر حقيقية. أودري بتفرح قوي بالهدية وبتقرب علشان تبوسه، بس قبل ما اللحظة دي تحصل أم تيد بتصحيه وبيعرف إن كل ده كان مجرد حلم. تيد بيتجنن وبياخد العجلة بتاعته وبيجهز علشان يتسلل بره المدينة ويقابل وانسلر تاني، بس المرة دي أوهير ورجالته بيوقفوه في الطريق. العمدة الطماع مش عايز أي حد يعرف حاجة عن الشجر علشان مش عايز البيزنس بتاعه يفشل. الولد بيحاول يمثل إنه مش فاهم حاجة، بس أوهير مش بيتخدع وبيكشف له إنه عارف إن تيد بيتسلل بره المدينة، وبيحذر تيد إنه ما يتعبش معاه وبيفكروا إن عنده كاميرات مراقبة في كل حتة في المدينة وحتى بيتفرج على أمه وجدته. بس أول ما أوهير ورجالته بيمشوا تيد بيتجاهل كل التهديدات وبيتسلل بره المدينة تاني وبيروح يقابل وانسلر اللي بيبدأ يحكي بقية القصة. المشهد بينتقل لمشهد فلاش باك بيورينا وانسلر وهو بيجهز وشاح معمول من ورق الشجر الصوفي، وبعد كده بيقعد في الغابة بالليل على الرغم من تحذيرات لوراكس. وكان وانسلر نايم في سلام. الحيوانات بتشيل السرير بتاعه بهدوء لغاية النهر وهي بتأمل إنه ينجرف بعيد عنهم، بس للأسف دب صغير بيعلق جنبه والاتنين بينجرفوا في المية. وانسلر بيصحى في اللحظة دي وبيكون متلخبط من اللي شايفه حواليه. علشان ينقذهم لوراكس بياخد عصاية وبيرمي بيها حجر ضخم في الشلال. الحجر بيخبط السرير وبيقلبه وبيوقع وانسلر والدب بره النهر، وبفضل ده الدب بيكون في أمان، بس وانسلر بيكون فاقد الوعي ومش عارف ياخد نفسه. لوراكس بيتجنن وبيولد كهرباء علشان يرجعه للحياة، وده بينجح لما وانسلر بيصحى. بيكون شاكر قوي لوراكس انه انقذه، بس بيتضايق قوي لما بيعرف ان الحيوانات كانت بتحاول تبعته بعيد. لوراكس بيعتذر وبيشرح انهم بيحاولوا يحموا الغابة من ازالة الغابات علشان دي الموطن بتاعهم. لما وانسلر سمع كده ندم ووعد انه مش هيقطع شجرة تاني ابدا. الصبح لما وانسلر بيصحى بيلاقي لوراكس وكل حيوانات الغابة جوه الكوخ بتاعه. ده بيضايقه، فلوراكس بيكشف له انهم موجودين علشان يراقبوه ويتأكدوا انه مش هيقطع اي شجر تاني. وانسلر ما بييأسش وبياخد اللي عمله وبيقرر يروح السوق علشان يحاول يبيعه. لوراكس بيسخر من الاختراع الغريب بتاعه وبيشك إن أي حد هيعوزه، بس وانسلر بيفضل واثق في الفكرة بتاعته. بعد فترة وانسلر بيوصل المدينة وبيبدأ يروج لزناد، وهي قطعة قماش شبه الشوال ممكن استخدامها بطرق كتير زي وشاح وسجادة ومنشفة وأكتر من كده. بس لسوء حظه الناس اللي في المدينة بيتريقوا عليه بسبب المنتج الغريب بتاعه وحتى بيرموا عليه طماطم. بعد أيام من المحاولة من غير أي نجاح وانسلر بييأس وبيرمي زناد بإحباط والقطعة بتقع بالغلط على راس ست زي الطاقية. المنظر الغير متوقع ده بيلفت انتباه الكل والناس اللي في المدينة بيشوفوا إنه على الموضة. في المشهد اللي بعده بنشوف وانسلر راجع للكوخ بتاعه وهو زعلان ويائس وبدأ يعيش مع حيوانات الغابة لأنه مكسوف أوي يرجع البيت وهو فاشل. بس الأمور بتاخد منعطف غير متوقع لما فجأة بيظهر جمهور كبير في الغابة علشان يقابلوه، ودلوقتي الكل متحمس يشتري زنيد وعايزينه يبدأ البيزنس بتاعه. وانسلر بيتجنن وبيعرف إنه هيبقى غني. المشهد بيرجع للحاضر ووانسلر بيوقف القصة بتاعته تاني وبيقول لتيت يرجع تاني بكرة لو عايز يسمع أكتر. الولد الصغير بيوافق برضه وبيرجع المدينة، وهو ماشي بالعربية في الشارع بيقابل أودري وبيعرفها على جدته اللي بتجاملها على جمالها. بعد كده لما أودري بترجع البيت بتتفاجئ لما بتلاقي إن اللوحة بتاعت الشجر اتمسحت بواسطة العمدة. تاني يوم تيد بيحاول يتسلل بره المدينة تاني، بس المرة دي بيلاقي باب الخروج مقفول، بس ده ما بيضيعش عزيمته أبدا وبيبص حواليه وبيلاحظ ناطح السحاب عالي قوي. تيد بيتسلق بشجاعة وبينط من على حدود المدينة وفي النهاية بيوصل لكوخ وانسلر وبيديه شنطة مارشميلو قبل ما يقعد علشان يسمع بقية القصة. المشهد بينتقل لفلاش باك بيورينا وانسلر وهو مزدهر في بيزنس زناد بتاعه وحتى بيعزم أفراد أسرته الطماعين والكسلانين علشان يساعدوه في الشغل في الغابة. تحت قيادة وانسلر العيلة في البداية بتنتج زناد من خلال حصاد أشجار التروفولا بشكل مستدام، بس أمه بتتضايق وبتقول إن العملية بطيئة قوي وبتقترح إنهم يقطعوا الشجر بدل ما ياخدوا ورق علشان يزودوا الإنتاج. على الرغم من إن وانسلر كان متردد في الأول، بس في النهاية بيستسلم لطمعه وبيوافق على الخطة. أول ما لوراكس سمع الخبر
حاول يقرب من وانسلر علشان يقنعه إنه يبطل، بس راجل الأعمال الطماع رفض يسمع وقال لعيلته إنهم يطردوا لوراكس بعيد. في الشهور اللي بعدها وانسلر وعيلته بيبدأوا يسببوا دمار شامل في الغابة. البيزنس بتاعه بيكبر كل يوم، بس التلوث بينتشر بسرعة، الهواء بيبقى سام والمية بتتلوث، السمك بيضطر يعوم في أنهار مش نظيفة، والحيوانات اللي في البر بتعاني من الجوع وفقدان الموطن. وفي نفس الوقت وانسلر بيبقى غني بشكل فظيع وحتى بيشتري لنفسه قصر كبير. في يوم من الأيام لوراكس بيظهر علشان يزور وانسلر وبيسأله إذا كان كل اللي عمله ده يستاهل بجد ولا لأ، بس وانسلر بيرفض يعترف بغلطاته وبيقول للوراكس يسيبه في حاله، وبيقول بفخر إنه مش هيبطل علشان أي حاجة في الدنيا، لغاية ما بيبص فجأة من الشباك وبيشوف آخر شجرة روفولا بيتم قطعها، وهنا بيعرف إن الغابة اختفت، ومع عدم وجود أي شجر تاني البيزنس بتاعه ما ينفعش يستمر. في اللحظة دي وانسلر بيعرف أخيرا حجم الضرر اللي عمله، بس بيكون خلاص فات الأوان. المصانع بتاعته بتقفل وعيلته الأنانية برضه بتقول عليه فاشل وبيتخلوا عنه تاني. في الوقت ده الهواء بقى ملوث لدرجة إنه بقى صعب التنفس، وهير الشاب بيستغل الفرصة وبيطلع بفكرة إنه يبيع أكسجين متعبي. وفي الوقت نفسه وانسلر اللي ندم بيحبس نفسه في كوخ مهجور محاط بالأرض البور اللي عملها. لوراكس من ناحية تانية بيختفي في الغيوم ومش بيسيب وراه غير حجر واحد مكتوب عليه كلمة واحدة، والكلمة دي بتكون إلا إذا. وفي الوقت الحاضر وانسلر بينهي سرد القصة وبيشرح إنه فهم أخيرا إيه اللي لوراكس كان يقصده بكلمة إلا إذا، معناها إن مفيش حاجة هتتحسن إلا إذا اهتم حد كفاية إنه يعمل تغيير. بعد كده بيطلع آخر بذرة روفولا وبيديها لتيد وبيقوله إنه يزرعها في قلب المدينة علشان الكل يشوفها، وبيقول لتيد يوري للناس إنه لسه في أمل إنهم يعملوا فرق. تيد بيقبل المسؤولية بفخر وبيوعد وانسلر إنه مش هيخذله أبدا. بعد كده تيد اللي اتحمس بيرجع المدينة من خلال الصرف وبيدمر كاميرا المراقبة وهو ماشي، بس الكاميرا بتعرف تصور لقطات كفاية علشان تنبئ أوهير بموضوع البذرة. وهو ماشي في طريقه تيد بيقابل أودري وبيطلب منها تيجي بيته بعدين. لما بيرجع البيت بيجري على أوضته وبياخد إزازة مية علشان ينبت البذرة، بس تيد أمه بتقطع كلامه اللي بتدعيه يقعد معاها في غرفة المعيشة. تيد بيحط الإزازة وبيخبط الباب جامد لدرجة إن المية بتدلق على البذرة في غرفة المعيشة، وبيتفاجئ لما بيلاقي أوهير مستنيه هو ورجالته. أوهير بيطلب من تيد يسلمه البذرة والولد بيرفض طبعا. الملياردير ورجالته بيقتحموا أوضة تيد بس البذرة مش موجودة في أي مكان. أوهير بيتجنن وبيهد المكان، وده بيخلي أم تيد تفقد أعصابها وتطردهم بره البيت. بعد كده تيد بيتساءل البذرة راحت فين وبيبدأ يدور عليها بجنون. جدته نورما بتظهر وبتكشف إنها خدت البذرة قبل ما الأشرار يقتحموا الأوضة، وللمفاجأة البذرة نبتت بالفعل بفضل المية اللي اتدلقت عليها. في اللحظة دي أودري بتوصل وتيد بيوريها نبتة التروفولا الصغيرة وده بيفرحها قوي. تيد بيقول إنهم لازم يزرعوها في نص المدينة وبيطلب مساعدة أهله وأودري، بس ده بيكون صعب قوي بما إن رجالة أوهير متمركزين بره بيتهم والكاميرات في كل مكان. بعد لحظات تيد وأمه بيركبوا عربيتها وبيبعدوا. الحارس اللي بره البيت بيبدأ يتبعهم فورا من غير ما يضيع أي لحظة. المطاردة بتكون شرسة وهم بيجروا في المدينة كلها لغاية ما بيوصلوا الكوبري نص نص. الحراس بيقربوا من العربية وبيفتحوا الباب بس بيتفاجئوا لما بيلاقوا أمه بس جوه، ودول شبه تيد بالظبط. في مكان تاني تيد ونورما وأودري بيركبوا عجلة وبتطاردهم سفينة فضائية، وفي وقت ما مساعد أوهير بيعرف ياخد البذرة وبيحاولوا يدمروها باستخدام طيارة بدون طيار، بس بالغلط بيوقعوها في برطمان. أوهير بياخد البرطمان وبيحاول يطلع البذرة بس إيده بتتعلق جوه، فتيد بيستغل اللحظة بذكاء وبيوجه العجلة ناحية أوهير، لكن نورما بتاخد البرطمان بسرعة وبتستعيد البذرة. بس في فترة قصيرة العصابة بتوصل في النهاية لمركز المدينة ومعاها البذرة وبيحاولوا يزرعوها في الأرض، بس بيتفاجئوا لما بيكتشفوا إن الأرض كمان صناعية وما فيهاش تربة. وبمساعدة نورما تيد بيستخدم حفارة علشان يوقع رأس التمثال الذهبي الأوهير اللي واقف في نص المدينة. الراس بتقع على الأرض وبتكسر حتة من السطح الصناعي وبتكشف أخيرا عن تربة حقيقية تحتها، بس قبل ما يقدروا يكملوا بيتجمع جمهور من سكان المدينة وبيتصدموا من اللي بيحصل. والأسوأ من كده أوهير بيوصل وبيحاول يقلب الناس ضد تيد وبيقنعهم إن الشجر وحش ومش نظيف وإنه بيجذب النمل والنحل وإن الورق بتاعه بيقع. أودري من ناحية تانية بتقول إن الشجر بينتج هواء نظيف مجانا عن طريق عملية التمثيل الضوئي، وده السبب اللي مخلي أوهير معارض ليهم بشدة. العمدة بيقول إن أودري بتألف وبيصر إن كل حاجة هنا مثالية ومش محتاجة تتغير. لما الناس سمعوا الكلام ده صدقوا الملياردير الفاسد
وبدأوا يدعموه. تيد طلع البذرة الصغيرة وبان إن في وردة بتنبت، وده بيثبت إن لسه في أمل في إحياء الأرض المتدمرة دي. لما سكان المدينة شافوا كده غيروا رأيهم أخيرا وقرروا يدوا الشجر ده فرصة. وهير بيحاول للمرة الأخيرة يكسب الناس في صفه، وبيحاول يقنعهم إنهم يسيبوا البذرة تتعفن ويدوسوا عليها، بس الناس بيبدأوا ينقلبوا عليه، وحتى الحارس بتاعه بيحط صاروخ على راسه. الراجل ده بعد كده بيفجر الصاروخ وبيطير أوهير بره المدينة، ومع ده الناس بيهتفوا، وتيد بيزرع بذرة شجرة التروفولا في النهاية. أودري بتبوسه على خده، وهي اللحظة اللي كان بيتمناها طول عمره. وانسلر اللي سمع أصوات الناس اللي بتحتفل بيظهر أخيرا من الكوخ بتاعه وبيقول بسعادة شكرا يا تيد. في المشهد الأخير بنشوف إنه عدى وقت والأرض بدأت تتعافى، في عشب بينمو في كل مكان تاني، وشجر تروفولا كتير نبت، وده بيسبب في رجوع الحيوانات. ولوراكس بيرجع للغابة وبيقول لوانسلر إنه خد القرار الصح لما إدى البذرة لتيد. وبكده بيخلص الفيلم. ما تنسوش تعملوا لايك لو الفيلم عجبكم وتقولوا رأيكم في التعليقات.